تشدد قوى سياسية مصرية على ضرورة عودة العلاقات مع إيران إلى طبيعتها لما له من أهمية بشأن القضية الفلسطينية واستعادة مصر دورها في المنطقة رغم مساعي البعض لعرقلة ذلك. لا شك في أن رئيس مصر القادم لن يخلو برنامجه الانتخابي من آليات لحسم مصير العلاقات المصرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي قطعت أوصالها طوال عقود مضت وختم على قطيعتها نظام مبارك. الرئيس المنتظر سيواجه تحديات كبرى لتحقيق التوازن في المنطقة، الأمر الذي يتطلب علاقات متميزة من دولة لها ثقلها كإيران. المرجح أن يكون الرئيس المصري القادم له علاقات وطيدة وقوية مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأنا كرئيس لحزب السلام الديمقراطي بؤيد هذا التوجه. قوة الرئيس القادم لمصر أن لا يكون مدينا لأمريكا أو للكيان الصهيوني أو لاتفاقية كامب ديفيد، وأن يستثمر الرعب والتخوف الشديدين من عودة علاقة مصر وإيران إلى طبيعتها، والتي تتمثل في تعظيم الدور الإسلامي نحو تحرير فلسطين والقدس. أهلا بكم مجددا مشاهدينا من قناة العالم في طهران إلى هذه النشرة الخاصة بالانتخابات المصرية والمقررة في 23 و24 من الشهر الحالي. أكد عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء ممدوح عبد الحق أن الانتخابات ستجري في موعدها ولا توجد نية لتأجيلها. وأكد عبد الحق أن هناك احتمالات قائمة لتغيير الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية جزئية، وأعرب عن أمله في أن يتمكن البرلمان قريبا من انتخاب لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وإلا سيجري البحث عن مخارج قانونية أخرى. وكان المجلس مدد حظر التجوال في منطقة العباسية على خلفية الأحداث التي راح ضحيتها قتلى وجرحى، واتهمته جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال قتل بحق المعتصمين. ومن القاهرة تنضم إلينا مراسلتنا نارمين خليل. أهلا بك نارمين، وماذا عن آخر التطورات على الساحة المصرية؟ نعم هدى، دعينا نبدأ بالتطورات الميدانية. الهدوء النسبي هو ما يسيطر الآن على بالتحديد محيط وزارة الدفاع وميدان العباسية. قوات الجيش متمركزة بكثافة في هذه المنطقة بعد انتهاء حظر التجول في تمام الساعة 6 صباح اليوم. المنطقة تشهد هدوءا شاملا وانسيابا مروريا. الحياة عادت إلى طبيعتها تحديدا في محيط وزارة الدفاع وميدان العباسية. فيما يتعلق بميدان التحرير ما زالت هناك بعض الخيام لعدد من المعتصمين، غالبيتهم من أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، والذين أعلنوا بالأمس أنهم يدرسون كيفية مواجهة ما تم في محيط وزارة الدفاع والعباسية يوم الجمعة الماضي. أما فيما يتعلق بالمشهد السياسي، الآن هناك اجتماع ما بين لجنة مصغرة تم تشكيلها من قبل البرلمان المصري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان، تعقد الآن اجتماعا مع قيادات بالمجلس العسكري لبحث عدة أمور على رأسها بالطبع الأزمة ما بين البرلمان والحكومة المصرية وكيفية الخروج بحل لهذه الأزمة، كذلك معاملة المجلس العسكري في الفترة الأخيرة للمعتصمين وتحديدا في وزارة الدفاع ومحيطها وميدان العباسية، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. حتى الآن لم يرشح أي شيء مؤكد عن هذا الاجتماع، وفور انتهاء هذا الاجتماع سيعود الوفد البرلماني أو اللجنة البرلمانية المصغرة لعقد اجتماع أكبر مع اللجنة العامة في البرلمان المصري لدراسة ما تم في هذا الاجتماع وموقف المجلس العسكري الذي سيعلن عنه صراحة في هذا الاجتماع. فيما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين، وصلوا حملاتهم الانتخابية والدعائية. الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان سيقوم اليوم بجولة في محافظة قنا
عمرو موسى انتهى لتوه من جولة في محافظة قنا. حمدين صباحي انتهى من جولته بمحافظة البحيرة وسيبدأ جولة في كفر الشيخ. جميع المرشحين الرئاسيين أصدروا بيانات أكدوا فيها على يعني أهمية الاعتصام السلمي وأن تكفل الدولة والسلطات والمجلس العسكري الحماية للمعتصمين السلميين، ولكنهم شددوا في ذات الوقت على أن المؤسسات السيادية والجهات السيادية هي أيضا يعني خطوط حمراء لا يجب للمعتصمين الاقتراب منها. يأتي هذا أيضا في الوقت الذي أصدرت فيه عدة منظمات حقوقية وحقوقيون يعني أصدروا بيانات شجب وإدانة لتحويل المعتقلين في أحداث العباسية ويصل عددهم إلى حوالي 300 معتقل، يعني توجيههم إلى المحاكم العسكرية وليس إلى القضاء المدني. جميع الحقوقيين اعتبروا أنه بالرغم من أن تم إلقاء القبض عليهم في محيط منشأة عسكرية هامة كوزارة الدفاع، ولكن كان بالأحرى يجب توجيههم إلى القضاء المدني وليس العسكري. نعم نرمين، ماذا عن تفاعل الشارع المصري مع الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية؟ نعم، يعني بالقطع هناك يعني مرشحون يعتبروا هم مرشحو المربع الذهبي إنجاز التعبير، يعني وهم الذين لهم يعني قاعدة شعبية عريضة في الرأي العام وفي الشعب المصري وفي المجتمع المصري الآن، وهذا يبدو جليا من مؤتمراتهم ونسبة الإقبال من يعني الشعب على هذه المؤتمرات. يأتي على رأسهم ربما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، يعني المرشح المستقل الذي أعلن استقالته من جماعة الإخوان المسلمين، أيضا دكتور محمد مرسي مرشح الجماعة بشكل رسمي ورئيس حزب الحرية والعدالة. كذلك ربما يرى البعض أيضا في عمرو موسى، وعلى الرغم مما يصف البعض من مرشح الفلول أو مرشح النظام السابق، حسب استطلاعات الرأي يعني له أيضا قاعدة شعبية ربما تزيد في بعض الأحيان أو تقل عن المرشحين الآخرين وهما دكتور محمد مرسي ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح. على أي حال يعني المناظرات ستبدأ، المناظرات الإعلامية في عدد من القنوات المحلية في مصر ستبدأ ما بين المرشحين الرئاسيين، ربما ستبدأ في البداية ما بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، وستتوالى بعد ذلك مع دكتور محمد مرسي، ربما أيضا حمدين صباحي. يعني هذا فيما يتعلق بالشق يعني الإعلامي ومواصلة المرشحين حملاتهم الدعائية. نعم نرمين خليل مراسلتنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.